نعم. بارك الله فيكم. كيف يكون قضاء رمضان للرجل العاجز والمرضع أو الحامل والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ معروف أن الذي يفطر في رمضان أحد يعني رجلين فطر الأعذار، إما ممكن يقضي بعد رمضان، أو يقينا أو غلبة الظن أنه لن يقضي، بمعنى أن مرضه هذا دائم. فبالتالي إن كان ممن هو قادر على القضاء فهذا ينتظر حتى يقضي هذا اليوم. وإن كان غلب على ظنه أو على ظن وليه أنه غير قادر، كالكبير السن والمرأة التي ترضع وتحمل متصلة وصاحب المرض الذي لا يرجى برؤه أو الشفاء منه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. وهؤلاء يرى ابن عباس رضي الله عنه أنهم داخلون تحت قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، داخلون في هذه الآية. وكان يخرج عن أم ولد له، وكذلك في جاد عن غيره يطعم طعام مسكين عن كل يوم، لأن هذا لن يستطيع أن يقضي ولو بعد سنين، ولا ينبغي أن يموت وفي ذمته شيء لله عز وجل. إذن المرض أو المانع من الصيام نوعين: مانع مؤقت وهذا صاحبه لا يطعم، ومانع دائم وهذا صاحبه هو الذي يطعم لأنه لا يستطيع أن يقضي. والعبادة والصيام ليس فيه إنابة، يعني ما في واحد يصوم محل واحد، فبالتالي إما يقضي وإما يفدي. فمن كان مرضه دائم فهذا هو الذي يفدي، ومن كان مرضه مؤقت فهذا هو الذي يقضي. والله